السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مع خوخة. في هذا الفيديو إن شاء الله حبينا نتحدثوا على موضوع راه شاغل التواصل الاجتماعي كتير في هذه الأيام، وهو في الحقيقة موضوع قديم. صدر في 2015 يتحدث على منع الجزائريين ذوي الجنسية المزدوجة من الدخول الأراضي الجزائرية إلا بشروط معينة. هو في الحقيقة قرار قديم، ولكن مواقع التواصل الاجتماعي في هادو الأيام ما يصري عليه يعني ضجة، وراهم يهضروا بزاف على هادو بيناسيونو اللي ممنوعين من الدخول الأراضي الجزائرية. كاين بزاف أخبار تقول باللي ذوي الجنسية المزدوجة يعني جزائريين وعندهم جنسية تانية ممنوعين من الدخول الأراضي الجزائرية. في الحقيقة هو خبر صح ومشي صح، لأنه ما كاش دخان بلا نار، ولكن لازم المصداقية في نشر الخبر. قبل 2015 اللي بيناسيونو كانوا يدخلوا للجزائر فقط بجواز سفر تاع الدولة الثانية اللي هما فيها، يعني بطاقة تعريف جزائرية فقط، بلا ما يكون عندهم باسبور جزائري وبلا أي تأشيرة. يعني بما أنهم عندهم الجنسية الجزائرية راح يدخلوا للأراضي الجزائرية ويفوتوا عادي بدون أي شروط. أما بعد 2015 خرج قرار بمنع دخولهم للجزائر، ولكن بشروط معينة فقط، يعني ماشي ما يدخلوش ولكن بشروط معينة، وهذه الشروط يعني بسيطة جدا، وهو أنه لازم يكون عندهم باسبور جزائري، جواز سفر جزائري، اللي بيه بمجرد يكونوا حاملين جواز السفر الجزائري يقدروا يدخلوا الجزائر عادي جدا. وإما الشرط الثاني لازم تكون عندهم الفيزا، يعني يا إما جواز سفر جزائري يا إما يدو فيزا يعني تأشيرة يكاشوها لهم في جواز السفر تاعهم الثاني تاع البلد اللي هما واخدين الجنسية تاعو. لأن هاد البيناسيونو كانوا يدخلوا بدون رسوم جمركية، يعني باطل. بمجرد أنه حامل جواز سفر تاع دولة أخرى يقدر يفوت للجزائر، بما أنه عنده جنسية جزائرية يقدر يفوت للجزائر بكل أريحية. وهذا القرار عادي ماشي حاجة كبيرة، وهي من الأفضل أنه يدير جواز سفر جزائري هكا يشدلو، ما يستقاملوش بزاف ويشدلو 10 سنين، يدخل به الجزائر في أي وقت يبغي، أحسن من كل مرة يطلب يعني فيزا. هذا كل ما في الأمر، يعني هذه المعلومات تكلموا عليها في مارس 2023، وعود هاد الأيام راني نسمع على هاد الأخبار وعلى هاد النقطة، فحبيت ندير توضيح حسب المعلومات اللي عندي، حسب المعلومات الحالية اللي راهي كاينة. هذا فقط كان توضيح بالنسبة لهذه النقطة. إن شاء الله يكون أفادكم في هذا الفيديو. إلى فيديو قادم إن شاء الله، مع السلامة.